لو انت طالع على الحلقه وبتلاعب واحد لقيته ان هو ملاكم قصير يصنف تحت قائمه الملاكم القصير، تتصرف معاه ازاي؟ اول حاجه عندك في الدخول مع خصم قصير هو ان انت اول حاجه تظبط الريتش بتاعك. دايما الريتش بتاع دراعك بطول دراعك الطويل، علشان هو لو دخل جواك هيعمل لك مشكله، هيوصل للريبس عندك وهيوصل لاماكن الانر فايت، وده هيأثر عليك كتير كملاكم طويل على الحلقه. فانت اظبط الريتش من بعيد ودايما حجمه، دايما ما تخليهوش يتعدى المنطقه بتاعه الامان بتاعتك. تاني حاجه عندك هو الضغط. ازاي تضغط كملاكم طويل؟ هو ان انت معظم ضرباتك هتبقى طويله لو انت عاوز تضغط لقدام، وده نادرا هيبقى منك على الحلقه، هتستخدمه في بعض الاحيان ولكن مش هيبقى هو الاكتر. بالاضافه لانك مع الضربات الطويله حتى لو لجأت الابر او هوك هيبقى مصنف تحت بند الضربات الطويله برضه، يعني من الاخر مش هتضرب له ضربات قصيره خالص الا لو كان هو قدر يوصل للمجال بتاعك.